بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حابب الحقيقة أتكلم على 3 موضوعات، وموضوع رابع يخص الشركة اللي أنا بمثلها وبتشرف برئاستها. أنا رئيس مجلس إدارة شركة الحرية للصناعات الغذائية والاسم التجاري الحرية 2000. إحنا متواجدين في السوق من 66 بداية الشركة. أنا الجيل الثاني للشركة بعد والدي الله يرحمه، وكان إخواتي معانا في الشركة وتوفاهم الله. الحمد لله احنا متواجدين في سوق مصر، جمهورية مصر العربية بصورة جيدة، منتشرين في حوالي 25 محافظة جوه جمهورية مصر العربية، موجودين في العريش، موجودين في مرسى مطروح، في أسوان، في الأقصر، في الغردقة. الحمد لله موجودين ومنتشرين، وبضاعتنا معمولة للذوق المصري، معمولة للمستهلك المصري، والحمد لله نتيجة ثبات الجودة والتحكم في المشتريات، ان احنا بننتقي الجودة المناسبة من اي حتة في العالم. ده ادانا ربط مع المستهلك بصورة جيدة الحمد لله رب العالمين. احنا بنصدر لمعظم الدول العربية، بنصدر لافريقيا وخاصة الغرب منها، الحمد لله موجودين بصورة كويسة. بالنسبة لنا لو في رجاء ان شاء الله ان الدولة تعمل خطوط ملاحية منتظمة، ده هيرجعنا لموضوع التصدير. وجود بنية تحتية للتصدير عن طريق خطوط ملاحية منتظمة ده يؤدي الى توافر السلع في الاسواق، لان احنا في غرب افريقيا بنقابل مشاكل كتير. احد هذه المشاكل ان البضاعة ممكن، ودي صناعات غذائية مربوطة بفترات صلاحية، جزء كبير من فترة الصلاحية بيضيع نتيجة ان في بعض كناتر او شحنات بتقعد قرابة 3 شهور. ده بيؤدي لتكلفة رأس مال عالية جدا، لأن الراجل اللي حط فلوس البضاعة هينتظر 3 شهور لما توصل للديستنيشن أو المكان النهائي، بالإضافة لفقد جزء كبير من الصلاحية، وطبعا بطء في دوران رأس المال. وجود خطوط ملاحية منتظمة ده يدعم دعم شديد كبير إن مصر تصدر بنفسها، إن برضو في بعض كناتر عندنا او كونتينرات ممكن تقعد في مينا اللي هي ترانس شيبمنت، يعني ممكن المركب تطلع من اسكندريه تحط كونتينرات في مارسيليا وتطلع تحمل تاني المركب اخرى، ده بيسموه ترانس شيبمنت. ده بيؤدي ان فلوس كتير جدا، تكلفه شحن غاليه جدا، وزي ما قلت من شويه ضياع او بطء في راس المال العامل. ان شاء الله الدوله تبص بعين الاعتبار على تنميه خطوط الملاحيه المنتظمه، وده يؤدي للهدف اللي سياده الرئيس بينادي بيه، ان احنا ان شاء الله نقدر نوصل ل 100 مليار. نقدر نوصل. عندنا نموذج في تركيا وهي دوله شقيقه تصديرها 254 مليار. احنا عندنا مقومات، عندنا مقومات نقدر ان شاء الله نقدر. ده بالنسبه للنقطه بتاعه الحريه، ودمجنا فيها التصدير، ان مصر ممكن تستطيع انها تصدر منتجات غير بتروليه وتصل ان شاء الله ل 100 مليار دولار، وده امر لو تم توفير الحاجات المطلوبه نقدر نوصل لكده ان شاء الله. الحقيقه انا عندي تفكير عايز استعرضه قد يكون مفيد، ان مصر تمتلك قوه شبابيه عاليه جدا، والحضاره المصريه موجوده جوه المصريين. لو تم اعداد المواطن المصري والشاب المصري بحيث ان هو يمثل مهنه معينه في كارير معين، وتم تدريبه عليها ويتم توظيفه من خلال حكومه جمهوريه مصر العربيه، تضمن له عمل سليم بسفر سليم باقامه سليمه بعائد محترم يقابل المهنه اللي هو المتخصص فيها، ويحفظ حقه مقابل انها تاخد نسبه من الدخل اللي هتعمله نتيجه اعداده وتدريبه والحاقه باعمال خارجيه، خاصه في القاره العجوز اللي هي اوروبا. محتاجين قوى شبابيه، بس مش محتاجين شباب يروح لهم بطريقه غير شرعيه عايم، وبيروحوا هناك يتبهدلوا وياخدوا اجور غير مناسبه لكفاءتهم. لو تم اعداد هذا انا اعتقد ان ده هيبقى اكبر دخل لمصر، يعدي البترول ويعدي اي تصدير مصر تقدر تعمله، لان العائد هيبقى عالي جدا في الحاله دي. هيبقى دخل لمصر وكرامه وعائد جيد للشاب نفسه اللي رايح يلتحق بعمل، خاصه في دول اوروبا او الدول العربيه. مفيش داعي للتعاقدات المنفرده، ان في كثير من الاحيان الشباب بيسيبوا. ده موضوع حبيت يعني استعرضه، الفكر ده عندي وقلت انقله يمكن يكون مفيد. برضو في حاجه ثانيه، الناتج القومي الاجمالي لمصر المفروض ان احنا نبص عليه، اللي بنتعرض له مصر من وجهه نظر انا استهلاكنا اكتر من انتاجنا، فده بيؤدي لعجز على مستوى الدوله. طب ازاي ننمي انتاجنا؟ الاقتصاد بيقول ان عناصر العمليه الانتاجيه 4 أو 5 حاجات. بنتكلم على الارض، وبنتكلم على رأس المال، وبنتكلم على العمالة، وبنتكلم على الإدارة، ونضيف عليهم السوق. ففي 5 حاجات يقدروا يعملوا عملية إنتاجية. الأرض، هل هي موجودة في مصر؟ أما أعتقد إن مصر بتشغل حوالي 5% من مساحتها، فالأرض موجودة. نضيف على الأرض
الميزه نسبيه لموقع مصر العبقري. يبقى انا عندي ارض في موقع عبقري، اقدر بسهوله اعمل تحريك للانتاج والتصدير من خلال اللوكيشن او الموقع اللي مصر بتشغله. راس المال موجود، اعتقد راس المال موجود لان البنوك فيها كم سيوله وكم بصوره جيده جدا جدا تغطي كتير قوي من احتياجات الصناعه مثلا في الفتره الجايه. كوادر موجوده، يعني معظم الصناعات مصر فيها كوادر، وفيها كوادر فاهمه كويس جدا ومستوى خبرات وتراكم خبرات عالي جدا. فالاداره موجوده مع العماله. العماله موجوده زي ما بنقول في وفره في الوظائف، ومصر من احد مستهدفاتها تقليل البطاله طبعا، فده متاح. فاضل السوق. اعتقد مصر سوقها نفسه قوي جدا، في اكتر من 95 100 مليون بني ادم عايش جوه جمهوريه مصر. قوه شرائيه. مصر مع اوروبا عامله اتفاقيه يورو 1 زيرو جمارك بيننا وبين اوروبا، فده سوق ممتد لو احسننا على اعداد البضاعه. يعني عندنا اتفاقيه الكوميسا اللي هي شرق وجنوب افريقيا، وده بيمثل حوالي 20 دوله. عندنا اتفاقيه الشراكه العربيه، ودي كل او معظم البلاد العربيه زيرو جمارك بيننا وبين معظم البلاد العربيه. حجم السوق عندنا جميل جدا وقوي جدا، ويقدر يستوعب انتاج قد اللي احنا بننتجه اضعاف مضاعفه. لو تم تضافر العناصر دي اللي انا اعتقد من وجهه نظري المتواضعه انها متاحه، ناقصنا عنصر الاراده. مصر تستطيع في رايي انا، والله العظيم تستطيع بالاستعراض البسيط على قد تفكيري او مؤتيت من علم او خبره. الخمس عناصر موجودين، فاضل ايه؟ عنصر الاراده. لو تمت الاراده موجوده والنيه موجوده، نقدر نعمل تفعيل لهذه العناصر يطلع بيها الناتج القومي، ويبقى انتاجنا في النهايه اعلى من استهلاك. فاضل حاجه بسيطه برضو انا من وجهه نظري، الزراعه طبعا مهمه جدا طبعا، ولكن في الفتره الحاليه الى ان تاخد ناتج من الارض قدامك وقت، لانها لو خدت ناتج من الارض فالارض موجوده مدى الحياه، انما مش اقل من 7 سنين عشان تاخد محصول من ارض لم تزرع من قبل. الصناعه هي انبوبه الاكسجين الحاليه اللي اعتقد ان احنا محتاجينها، لان ممكن عائد الصناعه اسرع كتير من عائد الزراعه. كده تقريبا اتمنى ان اكون قلت حاجه مفيده يعني.